السبب في حين انه هم من بدري زي عجوز السلك محتواها عبارة عن انها بتسيء لشمال السودان. ده محتواه اصلا. تمام؟ يعني انا ما عندي دخل في الموضوع ده نهائي. لفوا الطبق وعملوا جوجو انت في خطر. يعني شنو انا في خطر يا هنايا؟ يعني شنو في خطر؟ ما فهمت. انا بكون في خطر الا مع ملك الموت، فده مش الخطر، ده الخطر يعني بيكون خطر مقبول انه ربنا جاي ياخد روحي. لكن انا انسان بيسبب لي خطر ما في. الله ده ما قاعد، هو جابني كده قنقر، ما في زول بيخطني في خطر جنيته. فيلا اسحب الكلمه يا اسحب وزارك من اللايف. فشنو؟ فانا حنين لسه انا ما عندي مشرف هنا. تعال ما بتتفسح، ده ما لايف امك الطقشه. تعال يلا ها يلا جيت ميتين ابوك. المهم فانا عاوزه الناس تركز على حاجه معينه. طالما انه المفترس طلع ويتكلم بما يخص ناس جيجي، انا عمري ما كنت سبب، لانه انا لا قاعده اسيء لشمال السودان ولا قاعده اسيء لجنوب السودان. والكبشرات دي لافه، والناس دي عاملين فيها مفتحين وجابوا مشكله دخلوها ورا مشكله عشان تطلع جوجو على حس انها مشكله. ان من قالوا بالذات الموضوع ده يخص جنوب السودان، لما قالوا جوجو قاعده تجيب لكم المشاكل وجوجو غير اسمك، فالليله لما بقت المشكله في راسها هي دارت تلف الطبق ترميه في عيني. انا كلام زي ده ما بيمشي معي، كلام زي ده ما بيمشي معي. كل الكلام والحقيقه لازم تصل اي زول. تمام؟ وزول يمشي يهبش يتحمل البيو. تمام؟ طالما انت محتواكي بتسيئي للسودان وبتسيئي لرئيسه، تلزمي حدك عشان ما تجيبي النبز للدوله. ده الشيء الواضح المفروض يتقال. وانا امبارح طلعت قلت كلمه حق. انا لا برضى في شمال السودان ولا برضى في جنوب السودان. واي لايف اقعد فيه اساءه لشمال السودان انا ما بقعد، فيه اساءه لجنوب السودان انا ما بقعد. فيبقى انا ما عندي يد في الموضوع ده نهائي. مشكلتي مع المفترس مشكله زمان تخص موضوع سوسو وبيبي والجو ده من زمان، ما من هسي. دي كان مشكلتنا. ما كان عندي مشكله معاه. وطلع ليه ما احرك راسي هناك؟ اقعد انا اتكلم زي الرجل الآلي اجي؟ فشنو؟ فانا ما سبب نهائي. فطالما الناس وقفت غيري اسمك، المفروض الحسالة والحشر ديل يحترموا روحهم عشان ما يجيبوا إساءة. والواحد لما يسيء يكون قد المسؤولية. إن أنا كم مرة بقول لأي شخص أنت ما فاطر ما تخاطر عشان ما تتكلم ساي. ده ما شعري أنا فطرته، لكن برضو كمان شعري أنا ما نفرض بيجي هنا. أنت قالني ما عندي شعر، سمعت كلام الناس اللي قالوا لك صلعة، بتنبأ سايد عشان هو صلعته داقة هنا، عشان كده بيفتكر الناس كلهم صلعة. وبعدين هو ولده في هيئة مرة، يعني ضروري يسوي نفسه معي. فهمتوا؟ فالمهم ما علينا. فالموضوع ده يا جماعة لازم الناس بالأخص ما يخص جنوب السودان أوقفوا على الحاجة دي، ووقفوا الناس دي